السلام عليكم. في جملة أو مقولة دايما بتتقال في الغرب مشهورة جدا، بيقولوا time is money، أو ترجمتها الوقت بيساوي المال، أو الوقت بيساوي الفلوس. والصراحة أنا واحد من الناس اللي كانوا بيستخدموا الجملة دي، سواء عشان مستعجل أو عشان أنا مقتنع بيها فعلا. الوقت بيساوي الفلوس. أصحابي عايزيني في مشوار أو عايزين نخرج خروجة أو أي حاجة، لا سوري، الوقت بيساوي الفلوس. حتى لو انا هضيع الوقت ده، بس الوقت بيساوي فلوس. والصراحه الواحد لما كبر نضج شويه اكتشف ان الجمله دي غلط تماما. الواحد اكتشف ان ده تفكير مادي بحت. احنا كمسلمين المفروض ما بنفكرش التفكير المادي ده. الوقت عندنا مش بيساوي بس فلوس، الوقت بيساوي حاجات تانية كتير. عند الغرب كل الاوقات تقريبا متساويه، لكن احنا عندنا كمسلمين مثلا في اوقات قيمه العمل الصالح فيها اكبر بمراحل. ما ينفعش ان احنا نقارن ليله القدر باي ليله تانية. قيمه العمل الصالح في اي يوم في رمضان تختلف عن قيمه العمل الصالح في اي يوم غير رمضان. عشان كده احنا لو عشنا بالمبدأ بتاع الغرب في تحديد قيمه الوقت، الفلوس هي الحاجه اللي هتبقى بتحدد استغلالك لوقتك. اهلا بيكم في سلسله جديده هنبداها سوا اسمها لمست معايا، ودي عباره عن افكار لمست معايا من كتب مختلفه او من حاجات مختلفه قراتها، وممكن تكون تجربه شخصيه، ممكن تكون حاجه قراتها في كتاب وحاجه تانية قراتها في كتاب مختلف مع تجربه شخصيه، نعملهم ميكس سوا ونقول لمست معايا. الحلقات هتبقى خفيفه ولذيذه ان شاء الله، مش هنطول، ويمكن الكتاب اللي هنذكر منه الفكره دي يعجبك وتقراه وتستفيد منه ان شاء الله. الفكره اللي لمست معايا هي من كتاب اداره الوقت بين التراث والمعاصره. الكتاب لدكتور محمد امين، هو عباره عن رسالة دكتوراه في كلية الإدارة والإعلام في فيرجينيا في الولايات المتحدة. الكتاب بيربط ما بين مفهومين، مفهوم إدارة الوقت في التراث الإسلامي ومفهوم إدارة الوقت في الزمن المعاصر اللي احنا فيه. الكاتب بيناقش نقطة مهمة جدا معظمنا بيغفل عنها، تحديدا في صفحة 150، وهي ماهية الوجود الإنساني. انت مين يا عم؟ بيجاوب على 4 أسئلة مش هنتطرق ليهم، بس هقولهم لك كده بشكل عام. بيسأل نفسه من أنا لكي لا تجهل ذاتك. السؤال الثاني هو أين أنا؟ موقعك إيه من الكون؟ السؤال الثالث هو إلى أين المسير؟ ودي الحاجة اللي احنا هنناقشها في الفيديو ده. والسؤال الرابع هو لماذا خلقت؟ عشان تعرف معنى حياتك. كل سؤال من دول بيجاوب عليه بشكل فلسفي معاصر وبيربطه برضه بالتراث الإسلامي. أما السؤال الثالث وهو إلى أين المسير؟ الحقيقة كل اللي هقوله بديهي، بس هو الصراحة احنا بنغفل عنه، زي حقيقة الموت بالظبط. الكاتب في السؤال ده كان بيوضح الفرق ما بين خط الحياة عند الشخص اللي تفكيره مادي، الشخص الغربي، وخط الحياة عند الشخص المسلم. الاتنين مختلفين تماما. هتلاقي التفكير المادي خط الحياة عنده بالنسبة له ايه؟ تاريخ الولادة، أول ما يتولد كده بدأت حياته، يفضل مكمل عايش حياته عادي. نيجي عند الوفاة، أول ما يتوفى كده بالنسبة له الحياة انتهت. ثانية واحدة، ما هي فعلا كده الحياة انتهت؟ لا، هو بالنسبة له كده الحياة انتهت. أما بالنسبة للشخص المسلم ده جزء من الحياة الكاملة، ده جزء اسمه الحياة الدنيا. بنتولد وبنموت وبنبدأ مرحلة جديدة اسمها الحياة الآخرة، وبدايتها القبر، وبعد كده البعث، وبعد كده الحساب، ومن بعد الحساب يا إما النار والعياذ بالله، أو تعدي من الصراط وتدخل الجنة، وفي الحالتين بينتهي بيك الأمر إلى الخلود. شايف كل الخط ده اختصره الشخص اللي بيفكر تفكير مادي في تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة فقط لا غير، اللي هو أول جزء بس من خط الحياة عند الشخص المسلم. احيانا لما حد بيجيب سيره الموت او بيفكرنا بالقبر والبعث والحساب، ممكن تحس ان هو تشاؤمي سنه، بس هي دي الحقيقه اللي لازم نتذكرها دايما ونفتكرها. عشان كده سبحان الله في تزكيه النفس هتلاقي دايما انك لازم تتذكر الموت وتتذكر قيمه الحياه اللي انت عايش فيها. ومش هي دي الحياه الابديه، دي مش الحياه الابديه اللي انت هتعيشها. الحياه الابديه في الخلود، يا في الجنه ان شاء الله كلنا، يا في النار والعياذ بالله. وسواء هتدخل الجنه او هتدخل النار كله بمشيئه ربنا. احنا كل اللي علينا ان احنا نعمل اللي ربنا امرنا بيه، ونفتكر دايما قيمه الحياه الدنيا. عشان كده الفكره لمست معايا لما قرات الجزء ده بالمثل اللي بيقول تايم از ماني. لا، ممكن نعدل على المثل ده ونقول تايم از نوت اونلي ماني. الوقت مش بس فلوس، الوقت حاجات تانية كتير. اعتقد ان انت ممكن تقرا الكتاب مفصل اجزاء كتير قوي من المراحل بتاعه خط الحياه عند الشخص المسلم. يعني مفصل شويه في تفاصيل الرحله بتاعه القبر والرحله بتاعه البعث والرحله بتاعه الحساب، في تفاصيل ممكن تقراها. وهذا الفيديو دعوه الى تذكر دايما ان الحياه قيمتها لا تساوي شيء، وانه في حياه اخره هنتحاسب فيها وهيبقى فيها خلود، يا في الجنه يا في النار والعياذ بالله. ولو انت عجبتك فكره السلسله، لو انت في فكره لمست معاك في كتاب، تقدر تقول لي عليها تحت في الكومنتات. شكرا ان انت شفت الفيديو ده، استنونا ان شاء الله في فيديوهات جايه. شير الفيديو ده مع اصحابك. ما تنساش ان احنا عندنا تحدي قراءه، لو حابب تشارك معانا هسيب لك الحلقه تحت تتفرج عليها. احنا بنقرا 10 صفحات كل يوم تقريبا، كتاب كل شهر بنتكلم عنه في بدايه الشهر. وما تنساش وردك اليومي، واشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه كتير. شكرا، السلام عليكم.